بما إنك ضغطت على الفيديو يبقى بنسبة كبيرة أنت عايز تبدأ تتعلم تطوير الألعاب من الموبايل، وصدقني حلك عندي. في فيديو النهارده هعرفك كل حاجة محتاجها عشان تبدأ صح، إزاي تحمل المحرك وإزاي تبدأ تتعلم وإزاي تحمل الأسيتس للألعاب، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة إزاي تحمل جودت، وصراحة الموضوع سهل جدا. عندنا طريقتين، تنزلها من جوجل بلاي اللي أنت تبحث وتقول جودت في البحث وهتلاقيه، أو في موقعهم الرسمي هتلاقيني سايب لك الرابط تحت في الوصف وحمل من هناك، وده أحسنهم بصراحة. وهننتقل للخطوة اللي بعدها واللي هي ازاي تتعلم. بص يا سيدي، انا مش جاي اشرح لك انت ازاي تعمل لعبه، بس جاي اعرفك ازاي تبدا صح تعمل لعبه. عندنا كورسات كتير عربيه وحلوه، منهم كورس دارند للمبتدئين. صراحه الكورس ده جامد جدا وفادني في بدايتي وكان حلو جدا. وفي كورسات جودوتولوجي اللي بيعمل كورسات كذا كورس فيهم ال 3 دي وفيهم ال 2 دي، وانا ارشحك تبدا بال 2 دي لانهم حلوين جدا. وصراحة دول أحسن حاجة، ونصيحة مني ليك حاول تطبق حتى لو مش فاهم، لأن بعد فترة هتبدأ تفهم لما الحاجات تنعاد عليك. أغلب الناس دلوقتي بتقول إن البرمجة من التليفون صعبة بسبب إن الزراير بتبقى صغيرة وإنك صوابعك كبيرة وحاجات من دي، بس الصراحة في جودت في الآخر كام تحديث حسنوا التحكم بجد في التليفون. يعني ما تحسش بفرق تقريبا، كل حاجة بقت سهلة عن الأول. الأول كان حاجة صعبة بكتير، ودلوقتي بقى الموضوع سهل جدا إن أنت تبدأ تتعلم. وكمان ممكن تعمل حاجة أنا بعملها دلوقتي، إني بربط ماوس وكيبورد على التليفون، فبيبقى زي اللي هم بيستعملوا الكمبيوتر، بس الفرق في الامكانيات بس بتاعه التليفون نفسها. وفي واحد اسمه اندر جيمر بيعمل شروحات جامده جدا اللي هو بيستعمل الموبايل، يعني زيه زيك بالظبط، وهيفيدك جدا لانه بيعمل شروحات جامده وسهله وبسيطه. بما انك عرفت ازاي تبدا تتعلم جودت وتحمله، دلوقتي جه الوقت اللي انت تعرف تجيب الاسيت نفسها. ولو ما تعرفش، الاسيت دي عباره عن الصور او المجسمات او الاصوات عموما في اللعبه. اي حاجه داخل اللعبه بتبقى اسمها اسيت، والاسيت دي اللي انت عاملها اللي انت محملها. وبما انك مبتدئ فصعب انك ترسم او صعب انك تعمل مجسمات 3 دي، فغالبا هتروح تحمل حاجات جاهزه من على النت. واحسن المواقع الكلام ده عندنا موقع اسمه itch.io، وده احسن موقع فيهم صراحه، لان بتلاقي فيه مجسمات 2 دي و3 دي وحاجات كتيره واصوات وكل حاجه انت محتاجها حرفيا. وده صراحه بالنسبه لي احسن موقع فيهم هم الكل. وفي موقع تاني هسيب لك رابط تحت في الوصف لو محتاجها، وممكن انت نفسك تعملها. يعني ممكن انت تحمل اي برنامج 2 دي وترسم عادي، او برنامج 3 دي، بس مش ارشح لك الكلام ده لانك يعني هيبقى صعب شويه على التليفون. ولو انت وصلت للدقيقه دي فحابب اشكرك جدا جدا اللي انت وصلت يعني لحد هنا وسمعت كلامي الممل بس يعني كويس. ولو احتجت اي مساعده لما واجهتك مشاكل اي حاجه، ده اليوزر نيم بتاعي في الديسكورد، تقدر تخش تكلمني وهرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت. يعني لو كان عندي نت يعني هرد عليك من الاخر. جو حابب اقول لك ان انت تدعي لاخواتنا في السودان وفلسطين، اللهم انصرهم يا رب، وتصلي على النبي وتشترك في القناه، ويلا سلام.